كتيبة من الجنود العبريين تتسلل إلى اليمن، وموسكو تسرب المعلومة للحوثيين. فماذا فعلوا؟ واشنطن تعترف بفشلها أمام الحوثيين وتحذر إيران من أي ضربة انتقامية، وبوتين يوفر مظلة واقية لطهران ويتحضر لاتفاقية دفاع مشترك. تل أبيب تكشف استراتيجية إيران لتجنيد مجموعة شباب من العبريين كجواسيس، ووزير لبناني يعلنها: الحرب ستكون كارثة على الجميع. تل أبيب تعاقب بلدا أوروبيا بسبب فلسطين، وبوتين يعلنها لزيلينسكي: الأسوأ لم يأتي بعد. دخول عش الدبابير. 70 من الجنود العبريين والأمريكان يدخلون عش الدبابير، هكذا أعلنها الجيش الأمريكي ماكريغر، قائلا أن 70 جنديا من الكوماندوس العبريين والأمريكيين حاولوا التسلل إلى اليمن لمهاجمة الحوثيين واستعادة السفينة المحتجزة جالاكسي ليدر. هذا وأضاف الجنرال ماكريغر أنه تم تسريب معلومات الإنزال والتحرك اللوجستي إلى الحوثيين بواسطة قمر صناعي روسي، وتم إرسالها إلى الحوثيين عبر طهران، وبدورهم نصبوا لهم كمين محكم، مما أسفر عن مقتل العديد منهم، وكان أغلبهم من العبريين، وذلك وفق ما صرح به الجنرال الأمريكي. مهلا فنحن لا نتحدث دون مصادر. نعم، ها هو المصدر ذاته يتحدث أمامكم. Well, I can tell you only what I found through open source material. I haven't seen anything classified, but I am reliably told that roughly 70 Israeli so-called commandos or special forces, special operations force types, along with some number of Americans. The total number was 70. How many were Israeli and how many were American mercenaries that were joined in this operation? I don't know what the exact breakdown was, but it was obviously mostly Israeli. And they infiltrated successfully into Yemen, but they were tracked from the moment they infiltrated by overhead satellites, presumably Russian. And the Russians provided this information to the Iranians, who immediately telegraphed it to the Houthis. And whatever you say about the Houthis is that they're tough hombres on the battlefield. They set up an ambush and they killed all of them. And there is footage of the dead. And I haven't had a chance to examine. لتأخذنا التطورات إلى لهيب مياه البحر الأحمر، فبعد أن أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن إصابة سفينة تابعة لها على بعد 45 ميلا بحريا من المخا اليمنية، مضيفة أن قبطان السفينة أفاد بأن أشخاصا على متن زورقين هاجموا السفينة بقذيفة RPG، فيما زعمت القيادة الوسطى الأمريكية أنها دمرت صاروخين كروز وزورقا مسيرا تابعين لجماعة أنصار الله الحوثيين. وفي السياق نفسه قال قائد الأسطول الخامس الأمريكي الأدميرال جورج ويكوف في تصريح له لمركز الدراسات الأمريكية CSIS إن الولايات المتحدة قد قللت من قدرات الحوثيين، لكنها لم تتمكن من إيقافهم بشكل كامل، وأشار إلى أن الحوثيين هاجموا مؤخرا السفينة جروتون وسفنا حربية أمريكية أثناء عبورها البحر الأحمر. وأوضح ويكوف أن قرار وقف الهجمات على الملاحة البحرية يعود للحوثيين أنفسهم، ويمكنهم إيقاف هذه الهجمات في أي وقت يختارونه، مؤكدا أن التعامل مع الوضع في اليمن يتطلب نهجا حذرا، حيث تواجه القوى التي تحاول السيطرة على الأرض هناك تحديات كبيرة، وأن الحل لن يكون عبر القوة العسكرية فقط، بل يتطلب جهودا دولية حثيثة. وأضاف ويكوف أن قدرات الحوثيين لا تقتصر على الدعم الإيراني، بل تشمل تنوعا في قدراتهم العسكرية، وأن هناك نقاشا حول إمكانية أن يصبحوا مصدرين للتكنولوجيا العسكرية، حيث يواصلون تطوير قدراتهم العسكرية بشكل مستمر. من جهتها ذكرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن معركة البحر الأحمر هي العملية العسكرية الأكثر توسعا واستدامة، وتستنزف الذخائر التي يفضل البنتاغون تخزينها لمواجهة محتملة مع الصين. وأضافت الصحيفة أن أعضاء الكونغرس محبطون بسبب استمرار مهمة البحر الأحمر التي تتطلب استنزاف الأصول الأمريكية المتطورة، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تستمر فيه المسيرات اليمنية بالوصول إلى أهدافها، يضطر الجيش الأمريكي لاستخدام مئات الصواريخ التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات من أجل صد الهجوم اليمني أو إضعافه. ومن لهيب مياه البحر الأحمر إلى الجبهة الإيرانية العبرية، حيث حذرت الولايات المتحدة إيران أنها ستواجه ضربة مدمرة لاقتصادها وستحاول خفض التصعيد بأي ثمن، حيث قال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية إنه تم نقل التحذير الأمريكي إلى طهران بشكل مباشر، وكذلك من خلال وسطاء، مضيفا أن الولايات المتحدة أرسلت رسالة واضحة إلى إيران مفادها أن مخاطر حدوث تصعيد كبير ستكون مرتفعة جدا حال شنت هجوما انتقاميا كبيرا ضد تل أبيب. وأشار المسؤول إلى أنه تم إبلاغ
بلاغ طهران أيضا بأنه في حال سلكت هذا المسار فإنه سيكون هناك خطر جدي من عواقب ذلك على اقتصاد البلاد واستقرار حكومتها المنتخبة حديثا، وذلك وفق صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. ليقتحم الدب الروسي المشهد، نعم، حيث يدرس بوتين توفير غطاء لحماية طهران هذا. وقد وصل أمين مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو إلى إيران في 5 من أغسطس الجاري وسط توقعات بانتقام طهران لمقطع إسماعيل هنية. ويفترض أن شويغو قد ناقش مع المسؤولين الإيرانيين تعزيز التعاون في مجال الدفاع الجوي وربما بناء نظام دفاع جوي مشترك بين البلدين مع إرسال كمية ضخمة من الصواريخ وعدد من الطائرات القتالية. هذا وتواجه إيران تحديات تتعلق بالوضع الجيوسياسي، حيث قد تعرقل العلاقة الروسية الأرمينية وميل يريفان نحو الغرب تنفيذ مشاريع دفاع جوي ثلاثية. لكن بعد زيارته إلى طهران توجه شويغو إلى باكو لإجراء مفاوضات مع الرئيس إلهام علييف، مما يشير إلى إمكانية مناقشة تزويد إيران بأنظمة الدفاع الجوي الروسية عبر الأراضي الأذرية. وها نحن ذا نتصفح المصدر أمامكم. على الجهة الأخرى ذكرت صحيفة جيروزلم بوست نقلا عن جهاز الأمن العام العبري الشباك أن عملاء المخابرات الإيرانية يقومون بتجنيد مواطنين عبريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ مهام قد تضر بأمن البلاد. وأوضح الشباك أنه رصد العديد من الحسابات المزيفة وتابع نشاطاتها، كما عثر على منشورات تعرض فرص عمل مغرية على مجموعات وقنوات تيليجرام. في السياق نفسه شرح البروفيسور أمتيسيا بارام لصحيفة معارف العبرية استراتيجية إيران والفصائل اللبنانية في الرد على تل أبيب دون الانزلاق إلى حرب شاملة. وأوضح بارام أن الفصائل وإيران فوجئوا بأحداث 7 من أكتوبر مثل تل أبيب تماما، وذلك رغم معرفتهم بقدرات الحركة الفلسطينية، مؤكدا أن استراتيجيتهما طويلة المدى حيث يتحلون بالصبر وينتظرون أحد السيناريوهين: إما هجوم الجيش العبري على المنشآت النووية الإيرانية أو تدهور الوضع الداخلي في تل أبيب. وأشار بارام إلى أنه بعد انتهاء الحرب في القطاع ووقف إطلاق النار ومن المتوقع أن تتوقف الفصائل اللبنانية عن الهجمات في الشمال، لكن العودة إلى الجليل قد تكون صعبة، وذلك وفق وكالة آرتي الروسية. لتأخذنا التطورات إلى ساحة لبنان والحرب المرتقبة مع الكيان العبري، حيث كشف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور فراس الأبيض عن تفاصيل خطة رفع حالة الطوارئ في المستشفيات والمراكز الصحية في ظل التهديدات الراهنة بالتصعيد بين الفصائل اللبنانية وتل أبيب. وقال الأبيض في حديث خاص لوكالة سكاي نيوز عربية إنه تم رفع جاهزية القطاع الصحي استعدادا لأي طارئ قد يحدث، مشيرا إلى أن الحل الأمثل هو الوقف الفوري لإطلاق النار من القطاع إلى لبنان لحماية الأبرياء والنساء والأطفال. وفي السياق نفسه صرح وزير لبناني آخر بأن بلاده ستواجه صعوبات كبيرة في تلبية احتياجاتها الإنسانية في حال نشوب حرب شاملة مع تل أبيب، وذلك بينما تسعى لزيادة الدعم من المانحين وسط استمرار الاشتباكات على الحدود. ومن ساحة حروب الكيان العبري الإقليمية إلى أزمات نتنياهو الدولية، حيث أعلنت تل أبيب بدء اتخاذ إجراءات عقابية ضد النرويج بعد أن قدمت الأخيرة رأيا إلى محكمة الجنايات الدولية يفيد بأن اتفاقية أوسلو لا تؤثر على صلاحية المحكمة في النظر في الأعمال التي يرتكبها الجيش العبري ضد الفلسطينيين، مما يتيح إصدار أوامر انتقال ضد رئيس الوزراء العبري بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت. كما تتعلق هذه الإجراءات أيضا بمسألة اعتراف النرويج بدولة فلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة. ومن جهته صرح وزير الخارجية العبري بأن تل أبيب ستمنع 8 دبلوماسيين نرويجيين في سفارة النرويج لديها من الاستمرار في عملهم كممثلين لدى السلطة الفلسطينية، حيث كان دورهم يقتصر على التواصل الدبلوماسي مع السلطة الفلسطينية فقط. وكانت تل أبيب قد أعلنت الأربعاء الماضي إلغاء اتفاق حساب العهدة مع النرويج الذي كان ينص على تحويل أموال السلطة الفلسطينية إلى حساب ضمان في النرويج بدلا من مصادرتها من قبل الحكومة العبرية، وذلك وفق وكالة سكاي نيوز. ومن ضجيج أزمات الكيان العبري الدولية إلى آخر مستجدات المفاوضات في القطاع، حيث أفادت وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية أن الحركة الفلسطينية طلبت بقوة خلال مفاوضات صفقة التبادل بإطلاق سراح القيادي من حركة مفاتح مروان البرغوثي، بالإضافة إلى قادة الفصائل الفلسطينية الأخرى في المرحلة الأولى من الصفقة. وأوضحت الوكالة أن طلب الحركة الفلسطينية لاقى قبولا ودعما من الوسطاء والجانب الأمريكي الذي يدعو إلى تجديد السلطة الفلسطينية، نظرا لأن البرغوثي يمثل التيار الوطني ويحظى بقبول واسع في الضفة الغربية والقطاع. وكشفت الوكالة أن قادة الحركة الفلسطينية طلبوا الجانب العبري بالإفراج عن البرغوثي كجزء من أي اتفاق لوقف القتال في القطاع، مشيرة إلى أن إطلاق سراحه قد يمهد طريقا لانتخابه مستقبل الرئاسة السلطة الفلسطينية. لنترك الأوضاع في الكيان العبري وننتقل إلى كواليس حرب روسيا ضد الغرب. موسكو تتأهب للرد.
الحرب على الجبهة الأوكرانية تدخل منعطفا خطيرا، والقيصر الروسي يعلنها: سنرد الصاع صاعين. فبعد التوغل غير المتوقع للقوات الأوكرانية في منطقة كورسيك الحدودية، استنفرت روسيا قواتها لصد الهجوم الأوكراني، في حين تسعى أوكرانيا عبر هذه العملية إلى الضغط على موسكو. من جهته أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن هدفهم هو إلحاق الأذى بروسيا، مؤكدا على ضرورة تحقيق أهدافهم بسرعة، فيما تصاعدت الهجمات الأوكرانية باستخدام الطائرة بدون طيار على عمق الأراضي الروسية، حيث طالت الهجمات مناطق في ليبستك، مما أدى إلى أضرار كبيرة في محطة كهرباء وقاعدة جوية عسكرية. لم تقتصر الهجمات على هذه المنطقة فحسب، بل شملت أيضا مناطق بيغرود قرب الحدود الأوكرانية وسيفاستوبول في شبه جزيرة القرم. ليأتي الرد الروسي سريعا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 75 طائرة مسيرة و7 زوارق مسيرة في البحر الأسود، وتحييد أكثر من 2000 جندي أوكراني، وذلك حسب تصريح وزارة الدفاع الروسية. هذا ويرى القيصر الروسي أن هذا ليس كافيا، فبعد كل هذا توعد فلاديمير بوتين برد حازم على ما وصفه بالاستفزاز الأوكراني الكبير.